ازاي تتجاوز درجات الامتحان المحبطة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا لما بنجيب درجات وحشة بنحبط وبنزعل جامد، واحتمال نحبط من المادة كلها ونقرر ما نفتحهاش تاني ابدا، لان ده بيسبب لينا طاقة سلبية كبيرة وافكار بقى وجلد ذات. عشان كده في الفيديو ده هنتكلم عن طريقة تجاوز الاحباط ده، وازاي تعلي مستواك ودرجاتك وتقدر كمان انك توصل لحلمك بإذن الله. اول حاجه هتبدا تجيب ورقه الامتحان دي من تاني وتشوف الاخطاء اللي غلطت فيها، وتبدا تراجع حاجتين مهمين: الاخطاء دي على اي جزء من الدرس او الفصل، وهل الجزئيه دي مفهومه كويس بالنسبه ليك ولا لا. بعد كده تراجع الجزئيه دي كويس من الكتاب، وتبدا تعرف وتفهم انت حليت الاسئله اللي عليها غلط ليه. وممكن لما فهمتش الجزئيه دي كويس تستعين بفيديوز شرح ليها، وكمان ترجع تذاكرها تاني بتركيز وتشوف مصدر حل فيديوز او كتب او اسئله محلوله. ولو في سؤال مش عارف غلط ليه مع انك متأكد من الإجابة، هنا بقى تسأل المستر اللي حاطط الامتحان واكيد هيشرح لك السؤال كامل. هتقولي بس انا كل مرة بجيب درجات وحشة في المادة دي بالذات، اعمل ايه؟ اول سبب انك ما بتفهمش دروس المادة دي اصلا، يعني مصدر الشرح بتاعك مش كويس انه يفهمك. وده ياخدنا نقطة مهمة: هل مصدر الشرح ده كافي بالنسبة ليك ولا لا؟ ولو اجابتك هي لا، يعني انت لازم دلوقتي تبدأ تدور على مصدر شرح تاني او تزود الفيديوهات بتاعت شرح المادة دي اكتر من كده. فتبدأ بقى تشوف شرح المدرسين اكتر، واختار اللي يناسبك واللي انت بتفهم منه، مش اللي مشهور او اللي الناس كلها بتقول عليه انه شاطر. تاني سبب هو طريقة مذاكرتك للمادة دي. ممكن تكون طريقة مذاكرتك للمادة مش مناسبة لك، او انك بتقعد وقت كبير على الكتاب بدون ما تخلص اي حاجة في المادة. والحل انك تبدأ تجرب اكتر من طرق للمذاكرة، واول ما تلاقي طريقة تظبط معاك اعتمدها على طول في مذاكرة المادة دي طول السنة. ومن ناحية طرق المذاكرة فطبعا في طرق كتير وبتختلف حسب كل مادة. يعني المواد النظرية زي العربي والجغرافيا والتاريخ مثلا، لو انت في أدبي ممكن تذاكرها عن طريق التكرار بالصوت. والمواد اللي بتحتاج للفهم وفيها قوانين زي الرياضة والفيزياء دي بتحتاج ورقة وقلم وتذاكرها عن طريق الكتاب عشان تفهمها أكتر وتقدر تحل على القوانين دي. ملحوظة كمان مهمة: لو انت بتذاكر المادة دي بطريقة واكتشفت انها اسهل من الطريقة اللي انت كنت بتذاكر بيها الاول، ابدأ على طول غير طريقة مذاكرتك دي، وملكش دعوة بحد حتى لو انت اختلفت مع كل اللي بقوله في طرق المذاكرة. في النهاية انت بتذاكر بالطريقة اللي تخليك تحصل اكبر قدر من الفهم وطبعا الدرجات في اي مادة. تالت سبب ممكن يخليك انك تجيب درجات وحشة في اي مادة هو انك ما بتحلش كتير في المادة دي بشكل كافي. وشكل كافي يعني شكل يخليك تحل اي امتحان ونسبة الغلط فيه صغيرة جدا. الحل هنا هو انك بعد ما تخلص مذاكرة الدرس او الفصل ده هتبدأ تجيب مصدر حل وتحل منه على كل جزئية بتذاكرها. ولو مش عارف تحل هات حد بيحل قدامك وشوف هو بيحل ازاي وابدأ حل بعده. في ناس بتيجي تحل بتتعقد وبتحبط برضه، وده بسببين: اول سبب انها بدأت حل بمصدر صعب او كتاب مستواه عالي. اديك مثال: عندنا في الفيزياء مثلا كتب كتير، بس اكيد انت عارف كتاب الوسام وكتاب الامتحان، واكيد كمان عارف الفرق بينهم. الفرق بين كتاب الوسام وكتاب الامتحان ان كتاب الوسام مستوى اسئلته عالي جدا مقارنة بمستوى اسئلة كتاب الامتحان اللي بتتدرج من السهل للصعب ومناسبة لكل المستويات. انا هنا مش بقول مين احسن من مين، ومش بفضل كتاب عن كتاب، لانك كده كده محتاج تحل من الاتنين وتعرف كل الاسئلة المحتملة عشان تدخل الامتحان مطمن 100% انك حليت على كل جزئية وطحنتها وفرمتها حل. المقصد من كلامي انك لما تيجي تذاكر وتبدأ في الحل بعدها انك تبدأ بمصدر سهل شوية وأسئلة بتتدرج من السهل للصعب، وده هيفيدك انك تعلي مستواك واحدة واحدة، مش تبدأ على طول بالصعب فتتعقد فتقوم فاقد الشغف خالص من المادة. السبب التاني اللي بيخلي الناس تتعقد وهي رايحة تحل هو انهم بيبدأوا في الحل على طول من غير ما يذاكروا الدرس او الفصل ده كويس قوي، ويروحوا يحلوا عليه وبعد كده يقولوا ان احنا مش عارفين نحل. وده طبعا لان في جزئيات عشان تحل عليها محتاجة تتحفظ قوي، لان من غير حفظها مش هتعرف تحل عليها. طبعا ده يخليك اول ما تقابلك اي سؤال في الجزئية دي هتقف قدامه ومش هتعرف تحل. فالحل هنا هو انك تذاكر الفصل او الدرس ده قوي قبل ما تبدأ فيه الحل. ولما تلاقي نفسك واقع في مادة او مستواك وحش فيها ودرجاتك كمان وحشة، اول حاجة تعملها في المادة دي هو انك تديها حقها في المذاكرة اكتر، يعني تبدأ تديها وقت اكبر. ولو هتعرف تذاكرها كل يوم ياريت تعمل كده عشان مستواك يعلى فيها ودرجاتك كمان تعلى معاها. فمثلا لو ذاكرت المادة دي كل يوم ساعة واحدة على مدار الاسبوع هتقدر تحصل كم كبير منها. فليكن انك هتذاكرها لمدة اسبوع، فمثلا النهاردة هتذاكر الفصل الاول، تاني يوم هتبدأ تحل عليه، تالت يوم هتراجع على الفصل الاول وتسمع فيديوهات شرح للفصل التاني، وهكذا بقى لحد ما مستواك يعلى في المادة دي من تاني. تركية صغيرة: لو انت عرفت تحل على اي درس كويس قوي انت كده فرمت مذاكرة وحل، وده لان الحل هو اللي بيأكد اذا كنت انت ذاكرت كويس ولا لا. ودايما بقول الحل مهم، الحل مهم، الحل مهم، في كل فيديو بقول نفس النصيحة، لان الحل هو اللي بيحميك من صدمة الامتحان لما تدخل وتشوف الاسئلة اللي موجودة فيه. وده طبعا لو انت ما حلتش على ذاكرته كويس.
النصيحة الأخيرة في الفيديو ده والأهم إنك تعطي 85% من وقتك لمذاكرتك ومستقبلك، و15% التانية خلي بالك من صحتك ومن عيلتك ومن علاقاتك وابعد عن الحب. كنت هقول لكم ناموا بدري بس افتكرت إن عليكم مذاكرة. بعيدا عن الهزار، فعلا مستقبلك يستحق أكتر من 85% من وقتك، فانتبه لمذاكرتك وحاول أكتر من مرة وما تيأسش، لأنك تستحق إنك تحاول عشان نفسك. الكلام ده من القلب والله. وأهلك كمان يستحقوا إن هم يفخروا بيك، ودايما خلي عندك أمل بربنا إنه مش هيضيع تعبك لا دلوقتي ولا بعدين. واخيرا وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو. انا ولاء هشام، ولو بتشوفوني لاول مره ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب في القناه عشان يوصلكم كل جديد، وهسيب لكم لينك اكونت التيك توك والانستا تحت في الوصف عشان تتابعوني هناك. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.